السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع هذا البرد يا خوتي إلى غير عدس ولوبيا البركوكس وهادو الصوالح. اليوم وجدت العدس اللي هو معمر فيتامين وفيه فوائد بزاف ويدفي الجسم وكذلك يشبع، مليح الكبار الصغار. هنايا المكونات اللي عندي، انا استعملت كل حاجة في الثلاجة: البصل، الثوم، والطماطيش، الكرافس، عندي شوية بسباس، حبة بطاطا، عندي كورجيت، زرودية، وعندي قطع تاع الدجاج. هنايا قطعت الخضر اللي عندي، بديت بالبسباس وكل الخضر قطعتها الى قطع صغيرة، مرصوات مرصوات دي مرصوم. البسباس راح يعطي بنة شابة للعدس، وفي الحقيقة كل واحد كيفاش يطيب العدس، كاين اللي يديرو غير بصل وثوم، وكاين اللي يخدمو بالثوم، وكاين اللي يخدمو غير بالبصل. انا نحب نحط فيه كامل الخضر، راح يكون معمر بالفوائد والفيتامينات. انا استعملت حبة فقط جزر، حبة كورجيت، حبة صغيرة لفت، حبة طماطيش، ورقة كرافس، وشوية قزبر، البصل طبعا. واستعملت قطع جناح فقط، جناح والرقبة، باش غير يطلقوا شوية بنة في العدس، خاطر هو اصلا وحده وحده بلا والو يجي بنين. ومن الاحسن العدس ما نكتروش فيه التوابل، حتى ونحطو حاجه قليله هكا على راس المغرف باش يبقى يمد هذاك الطعم تاعو وما يتبدلش الطعم تاع العدس. انا كملت الخضر قطعتهم، وراني مع القزبر، راح نحط شويه قزبر تاني، كل حاجه منها شويه شويه ماشي بزاف، كما قلت لكم باش نقعدوا نحافظوا دائما على الطعم تاع العدس. بصح راح تكون فيه فيتامينات متنوعه. تقدري تستغني على هاد الخضر اللي استعملتها انا، ممكن تستعملي غير البصل كما قلت لك، ولا الثوم، ولا راح يكون يمد نفس البنه وفيه فوائد كذلك. كملت هنايا، حطيت كامل الخضر اللي قطعتها المرصوات صغار في القدر، وحطيت عليها 3 مغارف زيت نباتي، تقدر تستعملي زيت زيتون. الملح طبعا على حسب الرغبه، حسب الذوق، كل واحد كيفاش ياكل، واحد ياكل بالمالح، واحد ياكل بالمسوس. هنايا حطيتها على النار، طبعا نقليها شويه مدة 10 دقائق ولا. وهنا كنت غسلت العدس بعد ما نقيته، وهذاك مرصو تاع الطماطم مصبرة نحطها في الكونجيلاتور. بعد ما تقلاو شوية مرقته كما تشوفوا بالماء سخون دائما. انا راني وجدت شلاضة نحيت على جيه ورحت نخدم في فطيرة. هنا درت السميمة رقيقة ودرت عليها مغرفة تاع فرينة اختيارية طبعا، درت فيها شوية زيت، شوية خميرة الحلوى، الملح طبعا، وعلى راس المغرف خميرة نتاع الخبز، وخليتها ترتاح في خردارتها. هنايا نروحو نوجدو الدرسة نتاع العدس، خاطر ما حطينا فيها والو، درنا غير الزيت او الزيت والملح. هنايا هذاك الثوم راح حطيته في الملاس، زدت عليه كمية قلال، هذوك الكميات اللي تشوفوا فيهم غير على راس المغرف ماشي حاجة. درت الفلفل كحل كمون راس الحانوت. وهنا حطيت الورقات نتاع الكرافس، وهنا نطفي عليه. العجينه راهي ارتاحت لي نتاع الفطيره، راح نزيدها مغرف ماكله نتاع زبده، وكما تشوفوا راني بليتها يابسه باش كي نعجنها بالزبده تجيني طريه مليحه في التقراص. راني نسخن في الطاجين، وهذه اول فطيره نحطها طيب.
كملت العجينة اللي عندي. خدموا لي 3 فطيرات حجم متوسط، وهذا هو الطبق راه واجد مع الفطيرة. كان كلش سخون ما شاء الله. زدت قطعت عليه هنايا شوية هذاك الحار ما شاء الله، والله بنا هايلة، خاصة كي دخلت مع قاع الخضر راح يكون كله فيتامينات وفيتامينات متنوعة ما شاء الله. هاي الفطيرة تاعي وجدت سخونة، العدس كذلك راه سخون كما راكم تشوفوا راه يفور. وهنايا ضفت له رشة نتاع كمون وزيت زيتون طبعا، راح يمد طعم وبنة هايلة هايلة في العدس. شاهدكم في الجنة، ان شاء الله يكون عجبكم الطبق. طبعا العدس معروف في كل دار. نخليكم على خير، في الامان، في فيديو واحد اخر.